اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هحكي لكم حكاية بس اسمعوها للنهاية. دخل الجنود قرية واغتصبوا كل نساءها إلا واحدة من النساء، قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه. وبعد أن أنهى الجنود مهمتهم ورجعوا لسكناتهم ومعسكراتهم، خرجت كل النساء من بيوتهن يلملمن ملابسهن الممزقة ويبكين بحرقة، إلا هي خرجت من بيتها وجاءت حاملة رأس الجندي بين يديها، وكل نظراتها عزة نفس واحتقار للأخريات، وقالت: هل كنتم تظنون أتركه يغتصبني دون أن أقتله أو يقتلني؟ فنظرت نساء القرية